إذا تربي أولاد صالحين أنا أعلمك شلون تربي أولاد صالحين. انتبه إلى سلوكك أنت. لما تتكلم كون صادق. لما أنا أكذب ابني ما راح يطلع سلمان الفارسي. لما أغش وأزعبر بالمعاملة ابني ما راح يطلع أبو ذر الغفاري. لما أضرب الكريدت وأحول الفلوس للبلاد وأبني بها قصر ابني ما راح يطلع عمار بن ياسر. بعضنا ينغمس بكل أنواع الإفراد والتلاعب والغش، يأخذ فلوس من شركة الولفير وهو ما عنده مشكلة أبدا، هو عنده فلوس يروح يتقدم على الولفير. هذا عار على المسلم، هذا عار على المسلم، لا يجوز. كل فقهائنا يحرمون، هذا غش، هذا كذب. أسألكم بالله، أكثركم تعيشون في ديربون، أكثركم تعيشون في ديربون، الله يحفظكم ويحفظ جاليتنا. تعرفون أغلى مكان للإنشورنس للسيارات وين؟ ليش؟ أليس هذا عار علينا؟ إحنا الجالية العربية أغلى مكان للإنشورنس. ليش؟ بسبب الإفراد، بسبب التلاعب، بسبب التزوير، بسبب الغش. هذا شيء محزن أيها الأعزاء. هذا الكلام أقوله وقلبي ممتلئ حزنا أن كثير منا ينشط في أساليب غير مقبولة أخلاقيا، يضرب الكريدت، يتلاعب بالإنشورنس، يروح يقدم على طلب مساعدة من الحكومة وهو مو بحاجة إلى المساعدة، يروح يسجل زوجته مطلقة وهي مش مطلقة حتى هي تحصل راتب، هو يحصل راتب. كل هذه الأساليب غير مقبولة أخلاقيا ودينيا، وفقهاؤنا يحرمونها. في جماعة يقول لك هذه إذا أنا ما أسرقها راح يعطوها لإسرائيل. روح عمي، روح بلط البحر بلا هالكلام بلا طعمه. شو الكلام هذا؟ يعني إذا إسرائيل ما تسرق أنت تسرق؟ شو الكلام هذا؟ هذا كلام سخيف، هذا كلام غير مقبول. إذا إسرائيل تأخذ من هالبلد لا يبرر أني أنا أسرق. إذا إسرائيل تسرق لا يجوز لي أن أسرق. إذا إسرائيل تختلس هذا لا يعني أنا يجوز لي أن أختلس. الإيمان قيد الفتك، يقول رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. المؤمن لا يغدر، لا يفتك، لا يغش. ليس منا من غشنا، يقول رسول الله صلى الله عليه وآله. إذن أول قضية يجب أن أنتبه إليها، أنا إذا أريد أربي أولادي تربية صالحة يجب